قصة جديدة بعنوان قصة أول سنة جواز. وما أدراكم أول سنة جواز دي إيه؟ على أيامنا كان الطلاق والحاجات دي بتحصل بعد مثلا مدة 7 8 10 سنين، 12 سنة، 15 سنة، 13 سنة. حاليا وبقالي تقريبا سنتين الطلاق، ملاحظة يعني ان الطلاق بقى بيحصل بدري جدا 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 في الجواز. واعتقد الاحصائيات بتاعت الدولة يعني قالت كده انه بدري قوي، يعني بعد 3 شهور وبعد 5 شهور وبعد 7 شهور وبعد سنة. ايه ده كده يعني ايه؟ الارم منبه. مشكلة كبيرة في الاختيار، مشكلة كبيرة في الاستعجال، مشكلة كبيرة في السن الصغير للجواز، مشكلة كبيرة. وانه الطلاق في اول سنة دي كارثة بقى. احنا ما بنتكلمش على انه يعني اتطلقت والدنيا بيس. ما فيش طلاق في اول كام شهر. اول سنة هيحصل بيس في ليه؟ صعب، لان في سمعة وسمعة الولد وسمعة البنت، وفي حاجات كتير بتلعب دور في الطلاق بتاع اول سنة جواز ده. ففاكتورز كتير ممكن ما تحصلش بعد ما تتجوزي وتخلفي 3 عيال، اهو ما فيش سمعة في الموضوع. لكن الجواز الاول اللي في اول سنة ده خطير. قصدي الطلاق اللي في اول سنة ده خطير جدا، وله معاني بالنسبة للمجتمع بتاعنا. المجتمع ده له معاني خطيرة للأسف. هقول حاجة قد تكون صادمة، وهي بتحصل مثلا في أوروبا وأمريكا، وعكس الدين بتاعنا، سواء مسلم مسيحي أي حاجة، هو عكس الدين بتاعنا، لكن بتحصل إنه هما يبقى فيه جيرل فريند وبوي فريند، حاجة ضد الدين تماما. طيب، وإحنا لا نوافق عليها بأي حال من الأحوال. إيه اللي بيحصل بره؟ إنه بيبقى بوي فريند وجيرل فريند 3 شهور، 5 شهور، سنة، وبعد كده كل واحد يروح لحاله. ممكن بعد كام شهر على طول. إحنا بقى في حياتنا وفي تقاليدنا وفي عاداتنا، احنا نعتبر الناس اللي هم كانوا مخطوبين 3-4 شهور وما يعرفوش بعض خالص وما عاشوش مع بعض خالص، يجوا يتجوزوا، فهم في مرحلة البوي فريند والجيرل فريند دول. تخيلوا، هم ناس ما تعرفش بعض، ما عاشتش مع بعض، ما ناموش على نفس السرير، ما عاشروش بعض كفاية. فاحنا المرحلة بتاعت الجواز دي في أول شوية من الجواز هي مرحلة البوي فريند والجيرل فريند اكتشولي. واكيد في نسبه كبيره منهم جدا هيفركشوا. ده بالنسبه للبوي فريند والجيرل فريند. بالنسبه للجواز هيطلقوا بدري. ليه؟ لان الاختيار كان غلط، لاني انا ما فهمتش الشخص ده كويس، لاني شفت alarming signs كتير وريد فلاجز كتير وطنشت، وقلت لما نتجوز هيتحسن، لما نتجوز هعرف اغيره، لما نتجوز هعرف ابعده عن اهله، لما نتجوز هيسمع كلامي، او لما اتجوزها هتسمع كلامي. هكس، كل ده هكس. طيب، بما انه اول سنه جواز هي مرحله تعارف اكشولي، لان احنا ما بنستخدمش الخطوبه صح للتعارف، احنا بنستخدمها علشان ننقي السيراميك وعلشان نجيب الفرش وعلشان نعمل الفستان والحاجات دي. ما بنستخدمهاش صح، وما بنطولش فيها كفايه علشان نفهم الشخص ده ينفعنا ولا لا. بنكمل في الخطوبه وما بنستخدمهاش صح، فبينتهي بينا الامر باتنين متجوزين ما يعرفوش بعض تقريبا. تيجي الصدمه بقى، يتقفل عليهم باب واحد، وصدمات صدمات 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 بقى. من أهم الصدمات الموضوع العلاقة الحميمة. بيحصل فيها مشاكل كتير جدا في الزمن ده. محدش بيتكلم طبعا، الصمت الرهيب دي، لأن حاجة ما نعرفهاش. هنعرفها ازاي من قبل الجواز؟ مستحيل. فيبتدي المشاكل تبتدي تبان ومحدش بيتكلم ومحدش بيقول لحد ومحدش بيروح لدكتور ومحدش بيحاول يدور، كله بيخبي وينكر، وفي الآخر ينتهي الأمر بطلاق، وطلاق سخيف، وفي خناقات وفي شتايم وحاجة يعني سيئة للغاية. أدي أول مشكلة. تاني مشكلة إنه في أول سنة جواز نبتدي مامتك تتدخل، والطرف التاني مش عايز كده. فلو احنا ما اتفقناش على كده، ما اتفقناش على كده فعلا. فانتوا اتكلمتوا في الموضوع ده قبل الجواز؟ لا. اتكلمتوا في موضوع العلاقة الحميمة قبل الجواز؟ لا. اتكلمتوا ان احنا لما يحصل بينا مشاكل هنعمل ايه؟ اتكلمتوا في انه لما يبقى عندنا مشكلة مادية هنلجأ لمين؟ لما نتحط تحت ضغط، هل اتناقشتوا في امور حياتية قبل الجواز؟ لا 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 خالص، محدش بيتكلم في الكلام ده خالص، سايبينها كده.
اكيد اول سنه جواز مليانه صدمات. مين بقى اللي هيعدي الصدمات دي وينجو، ومين اللي الصدمات دي هتبقى سبب الطلاق؟ ومن كتر الصدمات ومن كتر صعوبه اول سنه جواز، بلاش حمل في اول سنه جواز. مش عارفه اوصلها لكم ازاي، مش عارفه اقولها لكم ازاي، يعني مش عارفه اقول لكم قد ايه ده شيء مضر، قاتل للعلاقه، قاتل للجوازه، عذاب للجوازه، دمار مش عارفه يعني، مش عارفه اشرحها لكم ازاي. الحمل في اول سنه جواز ما هو الا حاجه في منتهى الصعوبه بتهز الجوازه كلها من جذورها. نستنى سنتين، ارجوكم نستنى سنتين، نشوف الراجل ده يجي منه ولا ما يجيش منه. انا ينفع اب ولا ما ينفعش، ينفع زوج اصلا ولا ما ينفعش. بلاش نستعجل على الخلفه، مش حلاوه ومش شطاره انه بعد شهرين انا حامل. يعني المفروض ابارك لك على العك اللي انت عكتيه في حياتك، يعني العك اللي هيطلع على دماغك بعد كده. ابارك لك انك ما عرفتيش تعيشي شهرين 3 عروسه. ابارك لك في انك هتقضي 9 شهور الجايين في عذاب. ابارك للراجل ده اللي هو يعني اتجوز ونزل على وشه على طول بقى اب. يعني حاجه جميله، رزق رائع والحمد لله وكل حاجه، لكن من العقل في الزمن اللي احنا فيه ده ان احنا ناجل الجواز، سوري الخلفه وناجل الجواز برضو يا ريت، ناجل الخلفه. الاقتصاديا احنا اقتصاديا محدش مستحمل الكلام ده، محدش مستحمل الخلفه البدري دي. انتوا يعني يا اما نتجوز متاخر فنخلف على طول، يا اما نتجوز بدري ونستنى في الخلفه، لكن الاثنين نتجوز بدري ونخلف بسرعه فيبقى عندنا مسؤوليات كتير وفلوس كتير فتحصل مشاكل فنتطلق. هو ده يعني هي دي السايكل. فيا اما نتجوز متاخر ونخلف على طول، يا اما نتجوز بدري ونستنى شويه. استمتعوا ببعض، مش انتوا متجوزين عشان تستمتعوا بالكومباني، يعني انتوا عايشين مع بعض في بيت واحد وكده، وخناقه المخدات والبيلو فايت والحاجات اللطيفه دي ما تعيشوها 2 3 سنين، وبعد السنتين 3 يا اما لقينا نفسنا جاهزين ان احنا نحمل، لقينا نفسنا مش متوافقين والدنيا مش حلوه نتطلق ساعتها، لقينا نفسنا ان احنا مبسوطين زي ما احنا كده مع بعض ومش عايزين خلفه دلوقتي نأجلها كمان شويه. ايه المشكله ان احنا نستخدم ده والمنطق علشان نعيش حياه افضل؟ اياكم واول سنه جواز تضيعوها في حاجات يعني بتكسر النفس وتوجع وتجرح وتضايق. علشان نتفادى كل مشاكل اول سنه جواز استخدموا الخطوبه صح، علشان نتجوز واحنا عارفين بعض، مش نتجوز غرب. والله بيتجوزوا غرب.